اورلاندو يجيد في الشوط الثاني، اجاد امام الاهلي في الشوط الثاني، اجاد امام الزمالك في المباراه السابقه في الشوط الثاني، ولكن اليوم الزمالك كسر هذه القاعده مع فريق اورلاندو. هو كسر هذه القاعده لان فرقه اورلاندو من افضل الفرق اللي موجوده في المجموعه على حساب الاهلي والزمالك كمان، على حسب النتائج اللي كانت موجوده. الزمالك انا هرفع القبعه على حلمي طولان النهارده، كابتن حلمي طولان وكل لعيبه الزمالك، وخصوصا صلاح سليمان. لما واحد يخطأ في الشوط الاول بهدف زي دوت من 1 ضد 1، وفي الشوط الثاني يكون احد نجوم اللقاء دون خطأ واحد وعليه انذار ويجيب هدف من ضربه رأسيه، اعتقد ان صلاح سليمان لازم يكون هو نجم الشوط الثاني تحديدا مع بقيه نجوم الزمالك، اللي بالفعل انا دي شايفها من افضل المباريات اللي لعبها نادي الزمالك على خلال الشوطين. زي ما قال كابتن هيثم المعدل البدني كان اكثر من رائع، وده يحسب للجهاز الفني ويحسب بيه كمان للجهاز الطبي. واحد الزمالك الانتشار في الملعب عرضي وطولي، وده ما شفتوش بقالي اكتر من حوالي فتره كبيره جدا. عرضي وطولي بمعنى طول على الاطراف، اذا كان عبد الشافي واحمد عبد الملك نجوم النهارده في الاداء، نواحي دفاعيه ونواحي هجوميه. حماده طلبه مع شيكابالا الجبهه اليمنى عند اورلاندو كما تحدثنا تمام، والجبهه اليمنى اللي فيها حماده طلبه اللي عمل مباراه اكثر من رائعه على المستوى التكتيكي كنواحي دفاعيه. شوط اول هاجم، شوط ثاني ما هاجمش، اشتغل دفاعي فقط لا غير لبعض المعطيات اللي قالها كابتن حلمي. اثنين الضغط على خط الدفاع، جعفر، شيكابالا، احمد عبد الملك عملوا ضغط عالي جدا. يمكن انا جايب لقطه هنشوفها، عملوا ضغط عالي والضغط ده اثر كتير جدا على الميزه اللي بتميز بها اورلاندو، هي التحضير من الخلف عن طريق قلبين الدفاع، اذا كان جواسي او مهاسوتو، بالاضافه طبعا لوسط الملعب اللي كان غايب تماما. 3 الجماعيه في الاداء، اللقطه اللي طلبتها كابتن بالظبط، الضغط معمول. وانا برضو ما شفتش نادي الزمالك في سرعه التحول بالشكل دوت في مباريات كتيره جدا غير النهارده. بنتكلم على 4 لعيبه 4 على 3 بس، يمكن كان الفينشنج بتاع اللقطه كان سيء جدا من قبل جعفر على يعني هي كانت هدف المفروض على احمد جعفر، ده كان هدف، كان ممكن هدف يريحنا كتير اروع هدف نادي الزمالك. الجماعيه في الاداء، اعتقد ان كل خطوط نادي الزمالك في الشوط الثاني على عكس ما كنا متخوفين وغير متوقعين ان الهدف اللي جه في الشوط الاول ممكن ياثر نفسيا. شفت تقارب خطوط نادي الزمالك كخط دفاع بين الدفاع تحديدا فتح الله سليمان، شفت تقارب طرفين الملعب حماده طلبه وشيكابالا، عبد الشافي واحمد عبد الملك، بالاضافه كمان لعيبه نص الملعب. عاوز اشيد بالدور بتاع التحرك بدون كوره، كانوا ممتازين لعيبه نادي الزمالك. اذا كان شيكابالا بيتحرك بدون كوره، عمر الزعر للجبهه اليسرى اللي فيها متلابه مع كمان دان كلاتي اللي خرج في الشوط الثاني، بالاضافه طبعا لاحمد عبد الملك اللي ارهق كتير جدا جابي لو هابي جيلي، ده من اللعيبه المميزين وقفوا جبهه خطر. النقطه الاهم ان الراجل بتاع اللي هو روجير ديسيه اللي هو المدير الفني بالنسبه لاورلاندو على اخر ربع ساعه لعب براسين حربه، واعتقد ان نادي الزمالك في المباراه دي تحديدا وفي الشوط الثاني لعب بعده طرق. الطريقه الاولى هي على الورق 4-2-3-1، الطريقه الثانيه 4-3-3 لما كان بيهجم عند شيكابالا وجعفر واحمد عبد الملك. الطريقه الثالثه 4-1-4-1 بيستخدمها في اخر اللقاء توفيق او نور السيد كان بيبقى موجود امام الاربع مدافعين، عشان كده عملوا صلابه كويسه جدا امام 4 لاعبين في نص الملعب وراس حربه وحيد احمد جعفر قايم بالدور الدفاعي. الطريقه الثالثه 4-1-2-3 ودي شفناها في اللقطه اللي جت ظهرت على الصوره. دي مرونه تكتيكيه تحسب لحلمي طولان ولاعيب الزمالك، يحسب من التشكيل، يحسب من الاداء، يحسب من المعدل البدني، ويحسب من الروح القتاليه عاليه جدا، ويحسب كمان من النواحي الفنيه والالتزام الخطط التكتيكي بتاع لعيبه نادي الزمالك اثناء المباراه، وخاصه الشوط الثاني. يعني اتكلمنا على خطا كان ممكن يربك حسابات الجهاز الفني ولاعيبه نادي الزمالك. تمام. كابتن هيثم، نعود الى